السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شهيوات كلثوم. الوصفة ديال اليوم اللي غنحضر معكم وهي ميني كيك بالتفاح. كما كتعرفوا دابا وقت التفاح. سمحوا لي قبل ما نبدا الوصفة ديال اليوم على الصوت ديالي ضربني البرد، ما غنجي ندير لكم هاد الوصفة تيسالي تفاح والله ما نديرو دابا نيت. المهم كناخذ واحد الاناء كنوضعوا فيه بيضه، رشه ديال الملح وكاس لاروب ديال سنيده، سكر حبيبات، وعندنا واحد الساشي ديال فاني ديال الزهر، واذا ما عندكمش ديروا فاني عادي. تنحركوا هاد المكونات جيدا حتى كتذوب ديك السنيده، يكون الخليط ابيض. كنديروا كاس لاروب ديال الزيت، نفس الكاس ديال العنبه، كنديروه بالتدريج ديك الزيت. كنبقاو حنا كنخلطوا، كنضيفوا كاس ديال الحليب يكون عامر. بالنسبه للحليب كنخرجوه من الثلاجه من قبل كيكون دافي شويه. دائما مع التحراك كنضيفوا الدقيق، كنغربلوه. عندنا 2 كيسان ديال الدقيق بنفس الكاس ديال العنبه، كنديروا الكاس الاول كنحركو مزيان، نحاولوا ندخلوه في الخليط، وكنبقاو نضيفوا الكاس الثاني بالتدريج. دائما 2 كيسان عندنا ديال العنبه، ديال الكيسان ديال الدقيق عفوا. كنكملوا الكميه حيت ما كنديروش دفعه واحده بالتدريج. كنضيفوا خماره ديال الحلوى من وزن 7 غرام ولا 8 غرام على حساب الساشيه شنو فيها. درت الخماره ديال الحلوى، عاد ضفت الكميه ديال الدقيق اللي بقات ليا. كنحاول ندخلو ديك الخميره في وسط الدقيق. نديرو قشور ديال البرتقال، وانتم اللي بغيتو تنسموا قشور الحامض ولا نسيما اللي بغيتو. تقدروا تكتفيو غير بديك الفاني اللي درتو في الاول صافي. ها هي كيعطي واحد البنه زوينه هاد القشور ديال البرتقال. صافي كنحركو مع الخليط مزيان. وبالنسبه للخل راه ما تصورش ليا، كنضيف واحد معلقه صغيره ديال الخل. داك الخل كيهشش هذيك الكيكات. هذا هو القوام ديال الخليط كيفاش كيجي. كما كتشوفوا كيكون خيط واحد، ملي كنهزو يدينا كيكون خيط واحد. دابا كناخذوا المولات اللي كنديروا فيهم هاد الكيكات، كناخذوهم كما شفتوهم مشنفين ولا عندكم سامبل، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. دابا غنعمروهم، نديروا واحد المعلقه ونص حتى ل2. ما كتعمروهمش حتى الفوق لحقاش فيهم الخماره بالحلوى راه كيزيدوا يطلعوا ملي كندخلوهم الفران. كنستفوا التفاح كما كتشوفوا، درتهم على شكل هلاليات، كنقطعوهم رقاق وكنستفوهم على هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. صافي الفران ديجا سخنته من قبل. كندخل الكيكات حتى كيطيبوا على عافيه ناقصه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل كيفاش كيجيو ملي كيطيبوا كيتحمروا. نتوما شوفوا الطريقه ديال الفران ديالكم، كل واحد والفران ديالو. انا كنشعل عليهم من التحت حتى كيتحمروا. عندي الفران فيه ديك الفرفاره كيتحمروا من الجوانب. كما كتشوفوا دهنتهم بالناباج، نتوما اللي بغيتو دهنوهم بالعسل ولا كونفيتور اللي عندكم متوفر في الدار. والتزيين راه كيبقى الاختيار ديالكم. ودرت لهم اللوز مهرمش من الجوانب. وكاين اللي درت لهم الكوك. وكما قلت لكم اللي عندكم متوفر في الدار زينوا به. وهذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا، راه كيجيو لذاذ وهشاش وغير بيضه وحده. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبالصحه والراحه مع وصفات اخرى بحول الله.